احفظوا الوصفة دي للعيد، وعشان الرقاق باللحمة المفرومة أساسي معانا في العيد لازم تشوفوا الطريقة دي وتجربوها، متأكدة إنكم هتعتمدوها. سهلة جدا بتركات بسيطة، هيطلع معاكم صينية رقاق باللحمة المفرومة مقرمشة من بره وطرية من جوه. حطوا لايك وتعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ونشوف المقادير وطريقة التحضير. بس ما تنسوش تدعموني باللايك، بيفرق معايا جدا ان الفيديو يترفع ويتشاف والكل يستفيد. اول حاجه هنحضر مع بعض وهي حشوه اللحمه المفرومه. هنعمل لحمه مفرومه متعصجه بالطريقه العاديه التقليديه اللي بتخلي ريحه الصواني تقلب الدنيا من غير اي افتكاسات. على نص كيلو لحمه مفرومه ضربت في الكبه بصلايه كبيره، وكمان حبايه من الفلفل الرومي البارد، وثلاث فصوص من الثوم. لو حابه بقى تضيفي طعم سبايسي هتضيفي حبايه من الفلفل الحار. حطيت معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت على نار عالية، ونزلت بالخلطة بتاعتي. هشوح البصل بقى تشويحة حلوة جدا من غير ما ياخد اي لون، يعني بمجرد ما تطلع ريحة البصل هبدأ انزل باللحمة المفرومة بتاعتي. كمية اللحمة المفرومة نص كيلو، طبعا كمية اللحمة على حسب الرقاق اللي انت هتعمليه. ولو عندك بقى لحمة مفرومة بزيادة مثلا كيلو، شوحيها كلها كده وعصجيها وحطيها في الفريزر، هتنفع لأي أكلة. بتوفر بصراحة في الوقت جامد جدا. أنا نص كيلو كان على قد بالظبط كمية الرقاق بتاعتي. بدأت أشوح اللحمة بقى وأفكها من بعض كده، وكل ده على نار عالية. أنا مش عايزة اللحمة المفرومة تنزل المية بتاعتها. هبدأ أنزل بقى بالتوابل في المرحلة دي. معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة كده خفيفة من القرفة بتدي طعم حلو جدا للحمة المفرومة، وكمان رشة من بهارات اللحمة، وحبة كده من الحبهان وورق اللورة المطحون. وابدأ اقلب بقى التوابل زي ما قلت لكم، كل ده على نار عالية. انا بحب احط التوابل في الاول كده مع اللحمة المفرومة عشان التوابل تاخد من الحرارة كده وتتحمص، واللحمة المفرومة تشرب كده من طعم التوابل وهي بتتشوح كلهم كده على بعض. بس كده مجرد ما اللحمة لونها بيتغير معايا وبتاخد غلوتين كده، مش عايزة اقرص عليها علشان تبقى جوسي معايا كده وطرية، يعني ما تنشفيهاش. كده اللحمة المفرومة بتاعتي جاهزة وزي الفل. في المرحلة دي بقى لو انت حابة تضيفي فلفل الوان، ضيفي فلفل الوان متقطع ايا كان مكعبات او شرايح. بس احنا عايزين نعمل بقى صينيه رقاق من بتاعه امهاتنا كده، ما كانوش بيحطوا فيها فلفل الوان ولا اي افتكاسات من الكلام ده. هو كده تعصيج اللحمه المفرومه زي الفل. تعالوا بقى نبدا في الصينيه اللي هنجهز فيها الرقاق بتاعنا. انا عندي هنا بايركس مدور، طبعا تقدري تستخدمي صينيه الومنيوم بتبقى حلوه جدا جدا للرقاق، بس للاسف ما كانتش متوفره عندي. هبدأ بقى أغلفها بالسمنة. أنا مسيحة شوية سمنة كده في طبق، وممكن طبعا بدل السمنة زبدة علشان خاطر هنشتغل بيها في الرقاق. دهنت بقى طبقة حلوة كده من السمنة. نبدأ بقى في تجهيز الرقاق. أول حاجة معايا شوربة بقى تكون دسمة كده ومتبلاها بالملح والفلفل، مظبطة كده الحدق بتاعها. وهبدأ أسقسق كل رقاقة كده بالشوربة. بس في تكية مهمة جدا علشان خاطر الرقاق بتاعك يطلع مظبوط، الشوربة بتاعتك تبقى دافية لا سخنة ولا باردة. هي لو سخنة هتلاقي الرقاق بتاعك باش معاكي وعجن وهيتكسر معاكي كده وانتي بترصي، وعلى ما تحطي في الصينية طبقات فوق بعض هيكون اللي تحت باش وبقى عجينة. لكن زي ما قلتلك لما تكون الشوربة دافية تماما، يعني ايديكي تستحملها كده، بحيث لما تحطي الطبقات فوق بعض وتخلصي الصينية هتلاقي كل الطبقات مفيش حاجة عجنت ولا اتكسرت معاكي. وزي ما قلتلك الشوربة كل ما كانت دسمة بتدي طعم حلو جدا للرقاق. لو مش دسمة حطي معلقة من السمنة على الشوربة. كده انا رصيت اول طبقة من الرقاق ودهنتها من السمنة كده خفيف بالفرشة بتاعتي، وهبدأ ارص الطبقة التانية من الرقاق. وزي ما انتوا شايفين وانا بس الرقاق بتاعي لا بيعجن ولا بيتكسر ولا اي حاجة. انا عندي هنا الرقاق بتاعي كان حجمه صغير شوية، يعني مش على قد البايركس بالظبط اللي انا شغالة فيه، بس مفيش مشكلة خالص. حتى لو مش على قد البايركس او قد الصينية اللي انت شغالة فيه بتقدري كده ترصيه وبتسويه، فبيطلع في الاخر كله مقاس واحد كده وطبقة واحدة، مفيش اي مشكلة. رصيت كده الطبقة اللي تحت
الكمية المناسبة للرقاق بتكون 8 رقاقات، 4 من تحت و4 من فوق. فأنا هنا رصيت 4 رقاقات كده من تحت، بس طبعا أنا رصيت أزيد لأن الرقاقة بتاعتي صغيرة، بس ظبطتها كأني حاطة 4 رقاقات مقاسهم بحجم البايركس اللي أنا شغالة فيه بالظبط. ونزلت بقى باللحمة المفرومة المعصجة بتاعتي، وبدأت أضغط عليها كده كويس جدا بإيدي. ليه بقى؟ علشان أنا كده بثبتها مش هتقع منك خالص. تعالوا بقى ظبطنا اللحمة المفرومة بتاعتنا، نعمل الطبقة الأخيرة بتاعة الرقاق اللي فوق، وبنفس الخطوات اللي مشينا عليها هنظبط كده الرقاق بتاعنا بالشوربة، ونبدأ ان احنا نرص. لو لقيتي الشوربة بتاعتك بردت دفيها شوية صغيرة، بس طبعا زي ما قلتلك اوعي تغليها. شايفين بقى الرقاق وجمال وحاجة كده في منتهى الجمال. ظبطت كده صينية الرقاق بتاعتي بقت خطيرة. هعمل ايه بقى؟ هنزل بمعلقة كده من الشوربة، معلقة صغيرة من الشوربة، وبعد كده هدهن الطبقة اللي فوق كده بحبة من السمنة كده مش كتيرة، تلميعة كده خفيفة. وابدأ بقى ادخل الصينية بتاعتي الفرن علشان خاطر نسويها. في طريقتين للتسوية وزي ما تحبي. الطريقة الاولى هنحط طبعا هنكون مشغلين الفرن قبلها ب10 دقايق كده، يعني هتدخل في فرن سخن. هتحطي الصينية على الصاج المباشر للنار في الفرن، واول ما بتاخد طبقة كده كريسبي من تحت ولون ذهبي، بتجيبي صينية وبتقلبيها على الوش التاني، وبرضو بتدخليها على نفس الصاج المباشر للنار في الفرن علشان خاطر الوش التاني ياخد لون ذهبي وكريسبي. الطريقة التانية هتحطيها على الرف الأوسط على الشبكة في الفرن من غير ما تقلبيها ولا أي حاجة. بمجرد ما تشوفي الطبقة اللي تحت استوت وخدت لون كريسبي وذهبي كده زي ما انتوا شايفين، بتشغلي الشواية على الطبقة اللي فوق عشان تاخد نفس اللون. أول ما بتطلع من الفرن بندهنها كده دهنة خفيفة من السمنة. بصوا خطيرة ازاي، مقرمشة وكريسبي ومورقة وطرية كده من جوه، واللحمة فيها في منتهى الجمال، حاجة كده خطيرة. يا رب تكون عجبتكم، جربوها بالطريقة دي، حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. مش عايزة اقول لكم بقى اول ما طلعت الصينية دي اتنسفت نسف من جمالها وحلاوتها. مش شايفين اللحمة ثابتة ازاي، والرقاق بتاعي مورق ازاي وكريسبي من بره ومقرمش، التسوية مظبوطة 100%. جربوها هتعجبكم جدا جدا، واستنوني في وصفات جديدة من مطبخ بنت هاشم. ما تنسوش بقى تعملوا لايكات كتيرة كتيرة كتيرة، لان اللايكات دي هي اللي بتساعد ان الوصفة تتشاف والفيديو يترفع. ومستنية تقولولي رأيكم ايه في الكومنتات بعد ما تجربوها، وبألف هنا والسلام عليكم.